بونسواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. احنا مع بعض في سلسلة سؤال وجواب. معانا سؤال، يلا نشوف السؤال هيقول لنا ايه. في حد بعت لنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا خاطب زميلتي في الشغل عن حب. ولما خطبتها قلت لها اننا بعد الجواز هتسيب الشغل، وهي كانت موافقة. تمام. بعد كده جالها اوفر احسن في شركة تانية، ومرتب اكبر ومرتب كبير واكبر مني كمان. تمام. فهي وافقت، وقالت لي لحد ما نتجوز. ماشي. بعد كده اترقت، ابتدت تتأخر لحد 6 و7. يقصد 6 بالليل و7. ماشي، اوكي. وانا لما خطبتها ما كانتش بتكلم حد بعد الشغل كرجالة يعني، بعد مواعيد العمل. بس دلوقتي بقت ممكن يبعتوا لها واتس وتتكلم معاهم، ويطمنوا عليها لو هي اجازة، ويتصوروا كلهم في الشغل. وهي كانت زمان رافضة ده، فجأة بقت قبلاه. اوكي. في ممكن يكون في تغيرات عشان الشغل الجديد طالب كده يعني. ماشي، نكمل. وبعدين احنا فرحنا كمان كام شهر. فبقول لها ابدأي مهدي انك هتسيب الشغل زي ما اتفقنا. لقيتها بتقولي انه لأ، وانه بقى حاجة مهمة، وانها غيرت رأيها. اوكي. وكلام من ده. فاتخانقت معاها وقلت لها احنا كان بينا اتفاق بنيت عليه كل حاجة. ازاي اتغير دلوقتي؟ وهددتها اني هسيبها، لاني رافض موضوع الشغل من اول يوم. تمام. من اول يوم اتكلمنا فيه مع بعض. وهي مصرة وبتحاول تقنعني، وبتقول انها هتوازن الدنيا، وانها لو قصرت فانا اشيل معاها وهي تشيلني، والحياة مشاركة. وان اصلا طموحها انها توصل في شغلها لحاجة كبيرة، وعايزة تحضر ماجستير فجأة، وكلام من ده. اوكي. هي فجأة يعني الشخصية اتغيرت مع الشغل الجديد، واضح ان في تغيرات كتيرة. وهي فيها صفات كتير حلوة، وبتحبني وانا بحبها. بس ابويا دايما يقولي ما تاخدش اللي بتشتغل، ودايما لازم تبقى اعلى من مراتك في المرتب او الشغل ده. من القوامة في عينيها، وفي نفس الوقت بيقول لي انت حر. في نفس الوقت بيقول لي انت حر. تمام. وده قرارك. وفي ناس بتقولي اتجوز، وهي كده كده هتسيب الشغل بعد الخلفة ولما تشوف التعب. بس انا مش حاسس كده، وحاسسها بقت بتحب شغلها ومركزة فيه، واتعودت على المرتب بتاعها. بجد نفسي اعرف اعمل ايه. طيب، تمام. كويس ان انتوا اتكلمتوا في الموضوع ده قبل ما يحصل جواز، وكويس ان هي جالها الاوفر بتاع الشغل ده في الفترة بتاعت الخطوبة دي، علشان هي دلوقتي يعني قصة ان احنا نتكلم في الشغل، هي هتشتغل او هتقعد في البيت. الموضوع ده ممكن ان احنا نغير رأينا فيه في اي وقت. ممكن دلوقتي نتفق ان احنا هي مش هتشتغل وهتقعد في البيت، ولكن ممكن يجالها اوفر كويس زي ما حصل معاها كده دلوقتي. جالها اوفر كويس. ممكن يعني حاجة زغللت عينيها، حست انها لقت نفسها في الشغل، حست انها بقى ليها كارير كويس. ممكن الشغل الاولاني كانت يعني شغل حاجات كتابية او حاجات هي مش حاسة نفسها انها بتشتغل، وخلاص قالت اوكي ان انا بعد ما اخلص يعني بعد ما اتجوز اقعد في البيت مفيش مشكلة. ولكن لما الانسان بيشتغل في مكان بيقدر يطلع قدراته، او بيقدر يطلع منه حاجات كويسة، وبيحس ان هو اثبت ذاته وبيعمل حاجة حلوة ومفيدة، بيبقى من الصعب عليه ان هو يسيب الشغل ده او يسيب الحاجة اللي هو لقى فيها نفسه. فانت كويس ان حصل ده في الفترة بتاعة الخطوبة. انا عايزة اقول لك بقى، انت مش عارف تعمل ايه. انت لو موضوع الشغل ده بالنسبة لك
يعني انت رافضه تماما ومش حاطه يعني في ان انا عايزه اتجوز واحده ما بتكونش بتشتغل، لو انت حاطط في دماغك كده دي صفه من صفاتها، يبقى احسن ان انت ممكن تفكر في الموضوع دلوقتي. يعني لو انت، لان هي واضح انها لما لقت شغل كويس بيطلع طاقتها فعلا وهي بتعمل فيه حاجة كويسة وحاسة ان هو حاجة هتضيف لها، يعني حتى هي كمان فكرت في انها تعمل ماجستير او دراسات عليا. يعني واضح ان الموضوع في دماغها، يعني هي عايزة تبقى حاجة كويسة وهي بتسعى لنفسها ان هي تبقى حاجة كويسة. فالموضوع ده ممكن يخليه يبقى يعمل مشاكل بعد كده. اه صحيح، في ناس بيقولوا لك ممكن بعد الجواز يحصل انها لو خلفت وربنا رزقهم بقى، في ناس بتحصل معاهم كده انها لما بيجي الاولاد وكده هي بتلاقي نفسها لود كبير وهي تعب ما بتقدرش بقى انها توازن ما بين البيت والشغل وممكن تقعد. بس دي حاجة مش مضمونة، يعني ممكن تحس انها تعبانة وتقعد، وممكن تحس انها لا هي ما ينفعش تفرط في الشغل دون. او ساعات الواحد كتير لما بيفكر في ان هو يسيب الشغل ويقعد لما بيكون الشغل زي ما بيقولوا مش جايب همه. يعني حتى من الناحية المادية او من الناحية النفسية، انا بروح اطلع كل اللي انا بقدر اعمله، بعمل شغل كويس وفي نفس الوقت هم مقدريني كويس. فحتى لو هو زي ما بيقولوا كده هو اللي هو مش جايب همه، ده اللي بتفكر فيه الست، تقول طب انا على انا تعبه نفسي؟ طب انا اللي بيجي بصرفه ان انا بجيب لنفسي لبس، بجيب لنفسي حاجات بستعملها للشغل برضك، بجيب لنفسي ميك اب، يعني بصرف على الشغل من فلوس الشغل، فهو اللي بيجيبه بيصرف عليه. ولكن لو هي مرتبها كويس وهتقدر تشيل منه حاجة وهتعمل لنفسها كارير حلو، يبقى اكيد ممكن ما تفكرش في انها تسيب الشغل. فالحتة دي ما تلعبش عليها لانها مش مضمونة. يعني ممكن تقعد في البيت ولا ممكن ما تقعدش في البيت. الحتة دي ما اقدرش اضمنها لك، على حسب ما هي تفكيرها وعلى حسب ما هي يعني قادرة تحط كل حاجة في مكانها وتقول لا ده كده كويس وجايب همه معايا، لا ده كده مش كويس ومش جايب همه معايا. فما تلعبش على الحاجة اللي هي احنا مش مضمونة، مش عارفين احنا فعلا هتحصل او لا. انت من حيث المبدأ لو انت مفكر ان انت عايز واحدة ما بتشتغلش، يبقى فكر من دلوقتي واحسم الامر مع نفسك. لو انت من غير ما تهددها والكلام ده كله، لا انت شايف انها طب هتقدري تعملي اللي احنا هيبقى كويس لينا احنا الاتنين، اللي انت شايفه من وجهة نظرك، تمام هتقدر. لا مش هتقدر وهي عايزه تنزل تشتغل وده مش مناسب بالنسبه لك، يبقى انت فكر في الحاله دي تقدر تكمل معاها او لا. وبرده اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات هيقولوا لنا رايهم ايه. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ونشوفوا كل جديد، واشوفكم في حلقه جديده. اورفوار.